ولد أشرف حكيمي في 4 من نوفمبر عام 1998 في العاصمة الإسبانية مدريد لوالدين مغربيين مهاجرين، فوالده ينتمي إلى مدينة واديزون بالمغرب، ووالدته تعود أصولها إلى مدينة القصر الكبير المغربية أيضا. حكيمي عشق كرة القدم منذ طفولته المبكرة، ورغم أن والدته طلبت منه أن يمارس أي رياضة أخرى كالجودو أو السباحة، إلا أنه وجد في الكرة شغفه الأول والوحيد، وكان دائما ما يقضي جل وقته في اللعب بعد الخروج من المدرسة. ويقول والده: أشرف كان عاشقا للكرة بدرجة كبيرة، وبسببها لم يكن يهتم بدراسته. وأضاف ضاحكا: في يوم من الأيام حصل على درجات سيئة في المدرسة، وطلب منه أحد معلميه أن أحضر لأوقع على الملف الخاص بدرجاته، لكنه كان خائفا من ردة فعلي، فأخفى الملف وقام بتقليد توقيعي، لكني علمت بعد ذلك. مسيرته الكروية: في عمر السادسة بدأ حكيمي مشواره مع المستديرة، وانضم إلى نادي إسباني يدعى ديبورتيفو كورونيا أوفيجيبي، والطريف أنه كان يلعب في مركز المهاجم. وبعد موسم واحد التقطته أعين كشافي ريال مدريد، وقام النادي بتوجيه دعوة له للالتحاق باختبارات الفريق، وحينها خاض الطفل الصغير بطولة ودية مع صغار الملكي، ونجح في إقناع المسؤولين لينضم بشكل رسمي إلى ناشئي ريال مدريد عام 2006. هناك تدرج اللاعب مع الفئات السنية، وقام أحد مدربيه بتغيير مركزه من المهاجم إلى الجناح ثم إلى الظهير الأيمن، فأبدع وتألق. وفي عام 2016 تم تصعيده للعب مع كاستيا ريال مدريد حين كان يدربه زين الدين زيدان. وفي أغسطس 2017 استدعاه زيزو لقائمة الفريق الأول عندما أصبح مدربا له، وجاءت أولى مشاركات اللاعب بقميص الفريق الأول في الأول من أكتوبر عام 2017 أمام إسبانيول بالليغا، ليصبح أول لاعب عربي يمثل منتخبا عربيا يلعب لريال مدريد. وفي صيف 2017 أراد النادي منحه الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد.